بصوا يا شباب، الراجل ده بيقول كلام مهم جدا جدا جدا، الناس كلها تركز فيه عشان دي مشكلة. مش هقول حراس الناشئين بس اللي بتقع فيها، ده حراس الدرجة الأولى. ركز في الكلام واتعلم. ايه الفرق بين محمد عواد ومايك مينيو حارس ميلان؟ وليه الكرة دي اتصدت ودي دخلت جون؟ فلسفة تعامل محمد عواد مع عوائق الرؤية واللعيبة اللي بتخليه ما بيشوفش الكورة هي إنه بياخد خطوة جانبية عشان يعرف يشوف الكورة، وده بيطلعه بره التمركز بتاعه اللي هو خط الكورة، وبالتالي بيستقبل هدف كان ممكن جدا إيقافه. على النقيض تماما مايك اللي بيتصرف بشكل مختلف، وهو إنه بيميل بجذعه للجنب عشان يقدر يشوف الكورة بدل ما ياخد خطوة جانبية، وده بيخليه يحتفظ بالتمركز بتاعه وبالتالي يتصدى لهدف محقق. ونفس النقطة دي بيطبقها كل حراس أوروبا لما بيكونوا مش شايفين الكورة، بيميلوا برضو بجذعهم للجنب عشان يفضلوا محافظين على تمركزهم الصحيح. يا ريت تشاركوني برأيكم، شايفين أي طريقة فيهم الأصح؟ واللي مش عمل لايك على الفيديو يعمل لايك على الفيديو ويعمل متابعة عشان يوصله كل جديد.